زي ما وعدتكم يلا بينا على تدريبات اول درس، بس خلي بالك ما ينفعش تشوف الفيديو ده الا لما تشوف الدرس الاولاني اللي هو تعريف علم النحو، اللي هتلاقوه ان شاء الله في صندوق الوصف موجود تحت او في الاي دي فوق. بصوا يا احباب قلبي، احنا عندنا دلوقتي التدريبات بتاعتنا، ركز معايا كده بقى، بس ذاكر الاول الدرس، دي نصيحه لله يعني. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونبدا بقى الموضوع بتاعنا. تدريبات الدرس الاول بتقول، اول سؤال بيقول موضوع علم النحو. احنا قلنا موضوع علم النحو بيتكلم فيه يا جماعه في الكلمات العربيه من جهه الاعراب والبناء. ممتازه. نخش على اللي بعديها. يعد ابو الاسود الدؤلي اول من كتب في النحو، واول من الخليفه مين؟ ها الجدع اللي يقول علي بن ابي طالب. طبعا ممتاز. اكرم محمد علي واكرم عليا واكرم عليا. رتب الافعال. اكرم فعل ماضي من الفتح ماضي ما، واكرم مضارع مو، واكرم امر. يبقى ميم فتحه ميم ضمه ميم سكون، يبقى ماضي مضارع امر. ماضي مضارع امر. برافو عليك. للنحو فوائد كثيرة، ليس منها اللي مش منها ايه؟ اللي مش منها ركزوا، الله يبارك لكم، ركزوا الله يصلح حالك يا دكتور ويا دكتورة بإذن الله يا رب. يقوم اللسان ويحفظه من اللحن والتحريف. صح. يعين على بناء الكلمات العربية بناء صحيحا. يبين الكثير من أوجه الإعجاز القرآن الكريم. يعين على فهم النصوص الأدبية. لا والله دي أنا ما سمعتهاش والله يا دكتورة، ما سمعتهاش والله يا مس. خلاص يبقى انا هعمل هاخد له دي. برافو عليك. قال الامام علي بن ابي طالب ما احسن هذا النحو الذي نحوته. ممتاز. مين اللي قال كده؟ قال لي مين؟ طبعا مش محتاجه يعني ابو الاسود الدؤلي. وخلي بالكم من كتابه الكلمه كويس يعني عشان احنا في الاملاء زي الفل. طيب ضع علامة صح من العبارة الصحيحة. بيقول لي أول من كتب في علم النحو أبو الأسود الدؤلي. اللي كتب في علم النحو صح فعلا أبو الأسود الدؤلي. طيب يساعد علم النحو على فهم القرآن الكريم. صح. لم يكن ظهور اللحن سبب مباشر في تأليف النحو. أقول له ظهور اللحن ده كان سبب مباشر؟ لا ما كانش سبب مباشر يا جماعة. مش هو يعني وكان سبب يعني هو. بصوا هقول لكم على حاجة. هو اللحن حصل تحريف في القرآن الكريم، فلم يكن ظهور، لم يكن في نفيه، لم يكن ظهور اللحن سببا مباشر في تأليف النحو. لا هقول له بص بقى، هو يعني احنا ألفنا النحو عشان اللغة ما تتلخبطش. فاقول له الكلام بتاعنا انت طبعا عاملها غلط. اقول له طبعا غلط، سبب مباشر. يدخل علم النحو في الكلمة واخرها، في بنية الكلمة واخرها. لا ده بيدخل في اواخر الكلمات بس، بيدخل في اواخر الكلمات بس. طيب نوضح دور العلامة العربية في تمييز الفعل من المفعول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. خلي بالك، وإذ ابتلى فعل. تخيل لو قلت إبراهيم ولا قدر الله، يعني يبقى أنت كده خرجت عن ملة الإسلام، أن ربنا إبراهيم هو اللي ابتلى ربنا، فطبعا ده ما ينفعش. إعراب كان ليه هنا تكتب قوي، إن خلي مفعول به وخلى ربه فاعل. ساعد الفقيرين المؤثرات فعل. طب مين اللي ساعد الفقير؟ ساعد مين؟ المؤثرات. أصل الكلام إيه بقى؟ ساعد المؤثران الفقيرين شجوع النعس بدأ يحل. يبقى ساعد فعل، والمؤثران فاعل مرفوع وعلامة رفعه ألف لأنه مثنى، والفقيرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أطاع المحمدون أباؤهم. خلي بالك أطاع فعل، ماشي كده؟ من اللي أطاع المحمدون؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه لأنها جمع مذكر سالم. أباؤهم مفعول به منصوب تسبيل أهو مفعول به منصوب أباؤهم. خلاص. طيب يبقى هنا فاعل مفعول به. طيب طبعا ده ضمير، خلي بالك. اكرم سعيدا خالدا، او اكرم فعل سعيدا مفعول به. مثل ده جاي المفعول بعد الفعل. خلي بالك الكلام الكلام اكرم خالد سعيد، يبقى اكرم فعل وخالد فعل وسعيد مفعول به. لولا الاعراب انت ما كنتش عارف مين اللي يكرم مين ومين اللي قطع مين ومين اللي ساعد مين. خلاص كده يبقى خلصنا اول تدريب من تدريبات الدرس الاول في النحو اولى اعدادي. بصوا بقى ركزوا معايا نكمل كده. طبعا ده نحو كمل الاختبار ده بيجي في الامتحانات كتير جدا جدا، ركزوا معايا فيها. زي ما قلنا اضبط العباره مفيش مشكله فيها. حفظ محمد القران، اقول له حفظه فعل ماضي يمنع الفتح، محمد فعل مرفوع مترفع الضمه. انت بتحط التشكيلات على اخر حرف مثلا. القران مفعول به حط فتحه على النون، الكريمه حط فتحه برضه لانه نعت، نال حط فتحه على اللام، الجائزه فعل مرفوع علامه رفعه الضمه، العالميه نعت مرفوع علامه رفعه الضمه. طب بقى مش نال فعل الجائزه فعل او يعني تركز مع نال. مين اللي نال؟ محمد. الجائزه مفعول به منصوب على تصبير الفتحه، والعالميه نعت منصوب علامه. ركز يا جماعه الله يكرمكم في نحو والله جميل.
قوي، بس عايز منك انك تعمل ايه، انك انت تهتم وتذاكر وتركز، يعني الله يمصلح حالك كلها. طيب هنا بقى دي الاسئله النظريه بتيجي بقى عليها 5 6 درجات. عرف علم النحو بين سبب وضعه، ما موضوع النحو ومفرداته، من احسن هذا النحو مين اللي قالها، ومن قيلت والمناسبه. دي في الامتحان على طول. هتحلوا معاكم اي سؤال قولوا وانا ان شاء الله باذن الله مش هسيبكم برضه لما اجيب لكم على ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى تكونوا استفدتوا، تكونوا في احسن في النحو ان شاء الله من الازهر. والشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في عالم الازهر ونحو الازهر. احبكم في الله يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.